ابعد عن التلات أسهم دول، لأن بسببهم ناس كتيرة مش خسرت نص فلوسها، ناس كتيرة طلعت مفلسة من البورصة وعليها ديون. وأيوه، أنت ممكن تطلع عليك دين لو أنت أصلا واخد رفعة مالية، واخد قرض. قبل ما أبدأ عايز أفكرك إن إحنا عندنا برامج تعليمية، سواء أنت جاي من تحت الصفر ما تعرفش حاجة في البورصة وخايف تبدأ، أو بقالك 20 سنة بس بتخسر ونتائجك مش تمام. في جميع الأحوال عندنا برامج تعليمية عملية مناسبة ليك أيا كانت الخلفية اللي أنت جايه منها. هتلاقي رقم واتساب في الصفحه الرئيسيه في القناه، ابعت لنا قول لنا عايز اتعلم. انا محمد فاروق، بقالي 21 سنه في البورصه، بدات سنه 2005، والبورصه بالنسبه لي مصدر دخل اضافي جانبي الحمد لله بقالي 16 سنه. هتقول لي امال انت بدات بقالك 21 سنه ليه 16 بس؟ لان اول 5 سنين قعدت اخسر واتبهدل. فنصيحه، اتعلم مني واعرف اللي انا اعرفه بدل ما تمر بنفس مرحله التعليم الاليمه اللي في الاول، اللي كلفتني 5 سنين من عمري وفلوس لا تتخيلها. رقم واحد، قبل ما تشتري اي سهم كده، خش على اي منصه من اللي بيطلعوا لك البيانات بتاعت السهم، او حتى على جوجل او شات جي بي تي او اي حاجه تريحك، واسال على مضاعف الربحيه بتاع السهم. وما تبصش غير على حاجه واحده بس، مضاعف الربحيه سالب ولا موجب. لو مضاعف الربحيه سالب، انت فاهم انت شاري ايه؟ انت بتشتري شركه بتعمل خسائر. تعالى بس افهمك الوضع اللي انت مقبل عليه. كأن واحد صاحبك قال لك تعالى احنا هنعمل مشروع، هنعمل كافيه، كل واحد فيكم لم منه 200,000 جنيه وعمل المشروع. جه اخر سنه هكسبنا كام؟ والله احنا خسرنا، هات 20,000 عشان نعوض الخسائر. جه بعدها بسنه انت كسبت كام؟ خسرنا 30، هات 30,000 عشان نعوض الخسائر. انت اشتريت في شركه بتخسر، ده مش معناها انها شركه هتقفل، ده معناها ان انت لو انت مش فاهم بتعمل ايه ما تقربش منها. وده رقم واحد. رقم اتنين، وعايز برضه افكرك ان في جروب تعليمي في الصفحه الرئيسيه في القناه، هتلاقي فيه بعض الليست، زي مثلا لسته الاسهم القويه ماليا، لسته الاسهم اللي بتوزع ارباح مرتفعه، لسته العوامل اللي بتاثر على سعر الذهب. فلو انت مهتم هتلاقي لينك للجروب التعليمي في الصفحه الرئيسيه. ولو انت برضو مهتم بالبورصه الامريكيه هتلاقي معلومات كتيره جدا عن البورصه الامريكيه في الجروب ده. الشركه اللي حتى لو بتعمل ارباح بس ماشيه ورا الاشاعات والاخبار وليس لها اي علاقه باداء الشركه الحقيقي اللي ورا السهم، تلاقي الشركه اللي ورا السهم واقفه، او الانتاج حاجه مثلا محدوده جدا، او مبيعات يعني حاجه في الارض، شركه تعبانه، لكن الشركه بتتحرك. اصل مش عارف صاحب الشركه هيعمل ايه، اصل صاحب الشركه جاله مش عارف خبر، اي كلام على اي اخبار على اي كلام فارغ، وتلاقي الشركه السهم بيطلع وينزل. وطبعا تخش انت كده كانك يعني بتلعب، مش عايز اقول اللفظ، بس انت كده بتجرب حظك من الاخر يعني. رقم 3، ابعد عن السمول كابس. ويا جماعه الفيديو ده كله موجه للشخص اللي مش عارف هو بيعمل ايه او بيخسر، او لو انت راجل بتكسب بقالك 20 سنه انت زي الفل خلاص تمام. لكن لو انت لسه في الاول، ابعد عن الحاجات دي. مش معناها انها وحشه. السمول كاب هي شركه صغيره جدا، حجمها صغير جدا. اي شركه صغيره، وهتلاقي اغلبيه الشركات المضاربه شركات صغيره. سهل جدا ان الشركه تتهز مع اي خبر، سهل جدا ان الشركه يحصل لها مشكله، غير الشركه الكبيره الضخمه. يعني مثلا احتماليه ان جوجل تقفل بالمقارنه مثلا باحتماليه شركه صغنططه خالص قد كده تقفل، ما فيش اي مقارنه في الاحتمالات. فلو انت مش فاهم قوي، العب في الحاجات الكبيره. تعرف منين القيمه السوقيه؟ اي برضه تطبيق من اللي بيطلعوا لك بيانات السهم هتلاقي حاجه اسمها يا اما القيمه السوقيه بالعربي، يا اما لو عامله بالانجليزي هتلاقي اسمها ماركت كابيتاليزيشن. طب هتقارنها بايه؟ شوف الرقم اللي طالع لك وقارنه اول حاجه بالاسهم اللي زيه في نفس القطاع. يعني انت مثلا اشتريت في شركه بترول، طبعا شركه البترول عمرها ما هتبقى سمول كاب يعني، لكن مثلا لقيت شركه مثلا شركه معينه، قارنها بنفس الاسهم في القطاع. وبرضه قارنها بحجم الاسهم اللي موجوده في المؤشر الرئيسي. يعني خش مثلا، انت مثلا مهتم بالبورصه المصريه مثلا، خش على المؤشر الرئيسي بتاع البورصه المصريه، هتلاقيه مكون من كذا شركه. بص كده على احجام الشركات، القيم السوقيه هتلاقيها كبيره. ده بالنسبه لك المرجع، ده اللي بيحدد لك ايوه دي شركه ضخمه، دي شركه تمام، دي شركه. مش معنى كده ان الصغيره وحشه، لكن انا بفهمك الفرق ما بين الكبيره والصغيره. عايز تتعلم بورصه صح من الالف للياء؟ عندك رقم واتساب في الصفحه الرئيسيه في القناه، ابعت لنا.